تعرف ايه اصعب استاد ممكن يتلعب عليه في عالم كرة القدم؟ طبعا انت بعد كلامي ده هيجي على بالك السان سيرو او الكامب نو او حتى البرنابيو، لكن يا صديقي اصعب استاد ممكن اي لاعب يلعب عليه هو الهرناندو سيليس اللي موجود في بوليفيا، والسبب حقيقي غريب جدا. للي ما يعرفش فاستاد هرناندو سيليس هو اكبر استاد في بوليفيا، وكمان هو الاستاد الاساسي لمنتخب بلدهم، وعلى مدار سنين كتيرة فاتت ففي منتخبات كتير جدا ما قدرتش انها تفوز عليه. الاستاد ده غريب جدا لدرجة ان حتى ميسي ومنتخب بلاده الارجنتين خسروا هناك 6-1 من بوليفيا. لكن السؤال هنا ايه سبب ان اللعب صعب هناك وبيخلي المنتخبات التانية صعب جدا انها تكسب؟ السبب يا عزيزي ان الاستاد ده مبني على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وده بيخلي الجري والتنفس هناك اصعب الاف المرات من على اي استاد تاني. لكن يا عزيزي منتخب بوليفيا طبعا متعودين عليه من كتر تدريباتهم فيه، لا وكمان بيتحولوا 180 درجة للافضل لما بيلعبوا على الاستاد ده. لو اول مرة تعرف الكلام ده لايك واشتراك للقناة علشان نوصل بيكم لل 25000 مشترك.